الشغل على اعلى مستوى، دي الشغل بقى على اعلى مستوى، دي الشغل على اعلى مستوى. احنا جربنا المحل ده كذا مره، الله وكيل، جربناه 4 5 مرات. محل زي الفل والله العظيم، حاجته 100 100 بمرض الله. انما يعني مش ليش مصلحه في المحل ولا لا، انا بشتري عادي بفلوس. الراجل ما بيدينيش حاجه، بس قسما بالله المحل 100 100. الله وكيل، والراجل مقابلته محترم. وانا محمد خليفه مش محتاج حد يزكي على حد ولا حد يزكي عليا. بس المحل ده على اعلى مستوى. خدوا منه طلباتكم كلها وارماها في رقاب تاني. تعالى بقى بص عليا يا ابو دعاء، معلش قرب عليا كده، قرب عليا. انا هنا بحط لك التيست بتاع ابو مالك العطار بقى، يعني ايه كل مكان. قرب عليا يا ابو دعاء كده. النهارده بامر الله بنحوج مع بعض بهوار الفراخ. بهوار الفراخ طبعا ان كتير من حبايبي سالوني ازاي نحوج بهوار الفراخ. تعالوا مع بعض كده اخطفكم سريعا اوريكم ازاي بنحوج بهوار الفراخ. المقادير سهله وبسيطه جدا، تمام. طبعا بنضيف ليه المقادير بتاعتنا زي ما انتم شايفين، ورق اللورا، بابا صيني، حبهان، جوز الطيب، قرنفل. طبعا بنضيف نسبه كويسه من الملح بحيث ان احنا نعزز الطعم. نجيب شويه ملح ليمون، معلش يا محمد كده حاجه بسيطه. هنبدا ان احنا نحطه كده في المطحنه. طبعا ما اكدبش عليكم، احنا هنا قرب عليها بقى معلش. هنا بدانا ان احنا نضيف الكركم، وضفنا مع الكركم مكونات ثانيه هقول لكم عليها. نفصل دقيقه واحده ونرجع معاكم ثاني. ورجعنا لكم ثاني يا حبايب قلبي. تعالوا بقى ايه، بدانا ان احنا نحط المقادير هنا. قلنا ان احنا بنستخدم معايا قوام صيني، بنضيف ملح، بنستخدم حبهان، فلفل اسمر، جوز الطيب، كل حاجه بامر الله بنحطها. هنبدا نحط ونطحن ونرجع لكم برده تاني، بس خليكم معايا دقيقه واحده كده. هنطحن في الكبه بتاعتنا ننعمه. طبعا انا عملت هنا مكونات، قرب عليها يا ابو دعاء معلش. حطيت هنا كركم، وحطيت بصراحه اضافات خاصه بيها تانية عليه، وبدات ان انا احوجها. صدقوا بالله والله ريحتها لوحدها تشم من قبل ما احط عليها البهارات. هنبدا ان احنا نطحن المكون بتاعنا كده. بالله عليك كل اللي يشوفني صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وري لهم الشغل الجميل ده بره يا ابو دعاء كده. تعالى بأمر الله، بأمر الواحد الديان. الشطه بتاعتنا عامله ازاي؟ اسواني درجه اولى تبارك الرحمن، شغل فاخر بالاخر عند مالك العطار. تعالى بقى خش على الكركديه اللي هو بتاع ايش بقى، اللي هو التوب يا باشا. الكركديه اللي هو بتاع ايش، واللي هي الحبايه الكامله. الشغل عامل ازاي؟ كركديه اسمه تبارك الرحمن عند مالك العطار رقم 1 وبس. تعالى بقى خشينا على زهره اللافندر. زهره الايه؟ زهره اللافندر. اللي عنده من ده فعلا كذاب، اللي عنده من ده كذاب. زهره اللافندر متوفره عندنا. عاوز تعصر، عاوز زهره اللافندر طبيعيه، تمام، بامر الله. بامر الله عندنا بور الفراخ اصعب اصغر عطار عندنا. اصغر عطار جبت لك بقى ينسون بلدي. يعني ايه بلدي؟ يعني بلدي درجه اولى، يعني البلدي يوكل. ينسون بلدي متغربل درجه اولى زي ما انتم شايفين، حلاوه وطعم وجوده زي ما انتم شايفين كده. اللوم اللي بيسالني علمه بقى تبارك الرحمن. جبت لك حاجه تبارك الرحمن، ما جبتلكش ورق جوافه، ما جبتلكش ورق جوافه، جبت لك لومي على ابوه فعلا، مش ورق جوافه مضروب، تمام. النهارده بقى البردكوش، وما ادراك ما البردكوش. عندك مشكله، عندك مثلا مشكله المعده عندك تعباك، عاوزه تخش تخسيس، معاك البردكوش. ونضيفه كمان للبهارات ممتاز جدا 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 جدا. جبت لك ورق الجوافه. تعالى قرب عليه بقى على الزعتر اللي هو الاورجانيك. الزعتر بقى اللي هو الزهره، اللي هو الزعتر التركي الدرجه الاولى، اللي هي الحبايه اللي انت شايفها كده. يعني جوده ولون وطعم وريحه، جوده ولون وطعم وريحه، بامر الله. كل ده بيعترض فيه الثواب. تعالي بقى، عندك مشكله مثلا مرتبطه بايام معينه، يبقى لازم عليكم على ايه؟ عشبه كف مريم مضفره بامر الله بسعر كويس، تمام. جبت لك روزماري الاثنين درجه اولى، جوده زي ما انت شايفها كده. بصراحه مش شغلانه، بتكلم عن نفسي. هنبدا بقى ان احنا نحاول مع بعض ورق الفراخ. الشغل على اعلى مستوى، دي الشغل بقى على اعلى مستوى، يعني الشغل على اعلى مستوى. احنا جربنا المحل ده كذا مره، الله وكيل، جربناه 4 5 مرات. محل زي الفل والله العظيم، حاجته 100 100 بمرض الله. انما يعني مش ليش مصلحه في المحل ولا لا، انا بشتري عادي بفلوس.
الراجل ما بدنيش حاجه، بس قسما بالله المحل 100 100. ربنا يكون الله مقدوته محترم. وانا محمد خليفه مش محتاج حد يزكي على حد ولا حد يزكي عليا، بس المحل ده على اعلى مستوى. خدوا منه طلباتكم كلها وارماها في رقاب ثانيه. تعالى بقى بص عليا ابو دعاء، معلش اقرب عليا كده، اقرب عليا. انا هنا بحط لك التيست بتاع ابو مالك العطار بقى. يعني ايه التيست بتاع ابو مالك العطار؟ يعني البهار اللي انا بديهولك، بهار الفراخ، لازم يكون بالشكل والجمال والاناقه اللي انت شايفها كده. احنا مش بنعمل لك اي حاجه ولا بنعمل لك اي حاجه ولا بنجيب لك جوده رديئه، لا، احنا عارفين احنا بنحوج لك ايه، عارفين احنا بنحط لك بهارات ايه. عشان كده بامر الله دايما في الصداره، بامر الله. قرب عليا كده، تمام؟ قرب عليا. على فكره اول مره نحاول كده معاكم كده فيديو مطول كده، بس انا حابب كده المره دي يعني. اعمل انتظار، مفيش مشكله، شويه دقيقه واحده يا ابو دعاء عشان الفيديو مبقاش طويل، بس لو عندك انتظار. بعدين نعمل زوم بقى ايه؟ مفيش انتظار خلاص، افصله ونرجع تاني عادي، مفيش مشكله. بعدين زود، افصله عادي ونرجع. خلصنا مع بعض بهار الفراخ، تعالوا بقى نقلهم مع بعض. يا سيدي، يا سيدي على الجمال، يا سيدي على الريحه الطبيعيه. قرب عليا كده تحت، انزل على ده وانا بقلب. نبدا ان احنا نقلبه كده، نخليه كله مزيج في بعضه. شم كده وقول لي رايك يا استاذنا بما يرضي الله. لا مش كده، دي تحويل بهار الفراخ. ايه رايك في الريحه؟ حلو طبعا، فيها الكاري برضه. طبعا ما تشمل الكاري برضه. ايه رايك في الريحه يا استاذنا؟ لا ما شاء الله جميل. حبيب قلبي، ربنا يحل ايامك يا رب. الكيلو 200 بس، مالكش بركه للاستاذ يعني بالتحويجه بتاعته. وبكده يبقى احنا خلصنا تحويجه بهار الفراخ. واقول لك على حاجه اخيره، لو راجل كل حبيب قلبي